صينيتين بسكويت بدون زبدة ولا سمنة ولا بيض ولا مضرب كهربائي وب10 دقايق. بسكويت مقرمش من برا وطري من جوا وبيدوب التم ذوبان. بسكويت اقتصادي وسريع وهش وخفيف بيناسب طلاب المدارس، أو مع كاسة شاي وللناس المستعجلين بيناسب المشوار والطلعات، والأحلى ما بده مكونات غالية. تابعي الفيديو. هلا عندي 4 كاسات طحين بهي الكاسة، دايما المقادير بنفس الكاسة. كاسة سكر بنفس الكاسة. بنفس الكاسة رح أضيف كاسة لبن. اللبن عنا اللي هو الزبادي بمصر أو دول أخرى. بنفس الكاسة رح أضيف كاسة زيت. هلا بنقلب. منضل نقلب لحتى يدوب السكر. أحلى شي بهالوصفة سهلة وسريعة واقتصادية وب10 دقايق بتجهز، والأهم ما بدها مضرب كهربائي ولا بدها تعقيدات. وهلأ داب السكر رح نجهز الطحين. وهلأ عندي 4 كاسات طحين منخولين بنفس الكاسة. رح أضيف لهم سمسم محمص وحبة سودا بيعطينا طعمة ونكهة خرافية. وهلا رح أضيف لهم معلقة كبيرة من توابل الكعك السوري اللي هو الشمرة واليانسون والمحلب، وكمان فيه رشة صغيرة من حبة سودا. ظرف فانيلا بيعطينا طعمة ونكهة طيبة. رشة صغيرة من المحلب. ظرف بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات أو خميرة الجاتو. وهلا بقلب المكونات الناشفة مع بعض. بضيف الطحين والبهارات اللي حطيتها فوق الخليط السائل يلي جهزناه من شوي. بقلب المكونات تقليب بدون عجن لحتى البسكويت ما يقسى معانا. يلي وصل معاي لهون لا ينسى يحط لايك واشتراك وتعليق. وهلا بريح العجينة ربع ساعة وبرجع لكم. وهلا بالصينية اللي بدي اشتغل فيها بحط شوية زيت وبمسح ارضية الصينية. وهي الصينية التانية كمان بحط لها شوية زيت وبمسحها لحتى ما يعلق فيها البسكويت. أهم شي الصينية ما تكون كتير رقيقة والبسكوت يحترق قبل ما يستوي، ولا سميكة يتأخر البسكويت بالفرن وبعدين بينشف البسكويت. وهلأ باخد قسم من العجينة وبفرده بالصينية الأولى. ما شاء الله ريحة العجينة شي بيشهي القلب. وهلأ بفرد العجينة بالصينية. ضروري تكون العجينة بنفس المستوى لحتى ما تكون من طرف سميكة ومن طرف رقيقة. بهي المرحلة أنا شغلت الفرن لحتى يحمى لبين ما أجهز الصواني. وهي الصينية التانية بفرد فيها العجينة بنفس المستوى. هلا أنا طلعت عندي العجينة صينيتين، والصينية الثالثة فيها قسم صغير من العجينة. وهلا بالشوكة بعمل لها خطوط لحتى تعطينا موديل وشكل حلو للبسكويت.
ما تضغطوا كتير على العجينة لحتى ما تتشقق معكم، ضغطات خفيفة بس لحتى تساوي شكل ورسمة حلوة للبسكويت. بالنسبة لهدول المكونات اللي ساوينا فيهم العجينة، طبعا فيكن تلغوا السكر وتحطوا معلقة ملح، وهيك بصير كعك مالح أو بسكويت مالح بنفس البهارات اللي حطيناهن. فيكن تحشوا هذا البسكويت بالتمر، تمدوا الطبقة الأولى من العجينة وبعدين بتحطوا فوقها طبقة من التمر وتحطوا فوقها طبقة النهائية، وبتعملوا رسمة نفس الرسمة اللي أنا عملتها، كمان بيطلع طيب ونكهته لذيذة. طبعا إذا حشيتوه تمر بيطلع كتير لذيذ جنب القهوة، أما إذا عفتوه سادة مثل ما أنا عملته فهو كتير طيب مع كاسة شاي، أو لطلاب المدارس، للناس المستعجلين، أو إذا جايكم ضيوف فجأة فيكن تحضروه ب10 دقايق. وهلأ أنا بدي أقطع البسكويت بشكل طولي، انتو فيكن تقطعوه مثل ما أنا قطعته أو تقطعوه على شكل مربعات. وهلأ بعد ما قطعت بالطول رح أقطع بالعرض. وهي الصينية الأولى صارت جاهزة، رح أدخلها فورا على الفرن المحمى مسبقا قبل ربع ساعة. راح دخلها على الفرن على الرف اللي بالوسط، وبخليها تحمر من تحت، وإذا ما حمرت من فوق بشغلها 2-3 لحتى تاخد لون. وهلأ شوفوا معي النتيجة، لون البسكويت لحاله بشهي القلب، ومحمر بطريقة بتفتح النفس، مقرمش من برا وطري من جوا. أول ما تحطوه بتمكن ببين معكن قديش خفيف وهش وناعم. وأحلى شي بهالوصفة إنها بتساعد المستعجلين وبتنفع لطلاب المدارس، وسهلة واقتصادية وسريعة. وهلا بدي منكم طلب، لا تكتبولي تسلم ايدك، كتبولي اذا بتحبوا البسكويت المقرمش ولا بتحبوا الكعك. اذا بتحبوا وصفات تانية مع الشاي تكون سهلة وسريعة واقتصادية خبروني بالتعليقات. وبعتوا الفيديو لأي ام عم بتدور على وصفة سهلة وسريعة وبتحضرها بسرعة لأولادها إذا كانوا بالمدرسة، أو للأم المستعجلة على طول. وهلأ صار بده كاسة شاي مع هالبسكويت اللذيذ. شايفين حضرته بسرعة وجبتكن معي بهالرحلة. وصلت لنهاية الفيديو، بشوفكن بوصفات جديدة. لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وتعليق لحتى يصلكم كل فيديوهاتنا من قناة حكاية في طبق. سلام.